بعيدا عن الحلبات وطرق المدينة وحتى طلعات البر، في وسط الجبال في وحش أصفر أنا عن نفسي ما شفتش حاجة زيه. كلمة عملاق مش كفاية لوصفه، لازم تحط عربية عادية في المشهد علشان تفهم احنا بنتكلم على ايه. الكاوتش لوحده في حجم عربية SUV من أكبر الأنواع، شيء لما بيقف جنب أي حاجة بيبينه إن هو صغير جدا. حرفيا لو وقف جنب عمارة ممكن يوصل للدور الرابع مثلا. ففيديو مختلف شوية عن العادي هنا، موديل متصنف إنه عربية تحميل تقيل، لكن الموضوع خرج عن العربيات هنا، وصل لمستوى حوت من شركة كاتربيلر، موديل 797. فموديل 797 هو واحد من أضخم الحاجات اللي البني آدم عرف يصنعها، فجهز نفسك علشان هتشوف أوزان بالأطنان هنا. شركة كاتربيلر اللي بنقول عليها كات دي شركة أمريكية معروفة جدا في مجال تصنيع المعدات التقيلة، أكيد شفت لهم جرار في الشارع قبل كده. بدأوا في سنة 1925، فتقريبا بقالهم 100 سنة في السوق، ومن ساعتها وهي بتعتبر من أكبر الشركات في العالم في المجال ده. كاتربيلر بتصنع كل حاجة تقيلة ممكن تتخيلها، زي الحفارات واللودر والشاحنات الضخمة والجرارات، وحتى المحركات اللي بتشتغل بالديزل والغاز. كات وده اختصار الشركة. فكاتربيلر اتأسست على ايد المؤسس بنجامين هولت، مهندس ومخترع امريكي. الكلام ده في اول التسعينات، لانه في اول التسعينات صمم اول جرار بسلاسل مجنزرة، وده كان طفرة كبيرة في المعدات الزراعية والصناعية في وقتها. لما جربوا الجرارات دي، واحد من المهندسين لاحظ حاجة، ان حركتها على الارض شبه حركة حشرة اسمها اليسروع، شبه دودة الأز بس ضخمة شوية. فالحشرة دي بالانجليزي اسمها كاتربيلر، فقرروا يسموا الشركة بالاسم ده. فمحركات ومعدات كاتربيلر معروفة بقوتها وكفاءتها العالية. المحركات دي مصممة علشان تشتغل في أصعب الظروف وفي أي مكان. أما بالنسبة للمقارنة مع موديلات في الحجم زي مرسيدس أكتروس، فالوضع مختلف شوية. مرسيدس أكتروس هي شاحنات نقل تقيل مشهورة جدا هي كمان، وبتتميز بمحركات قوية وموفرة في الوقود برضو. بس الفرق الرئيسي والواضح جدا إن مرسيدس أكتروس مصممة للنقل على الطرق السريعة في المدن، في حين إن محركات كاتربيلر مصممة أكتر للمعدات اللي بتشتغل في مواقع الإنشاءات والمناجم. ورغم إن الاتنين عندهم محركات قوية وكفاءة عالية، إلا إن استخداماتهم وتصميماتهم بتكون مختلفة حسب طبيعة العمل اللي معمولين علشانه. فإحنا النهاردة جايين نتكلم عن أكبر موديل ممكن تشوفه في حياتك من كاتربيلر، وهو 797. موديل أول ما تشوفه هتتصدم إزاي اتعمل أساسا، محتاجين سطح عمارة علشان يطلعوا بيه. فالكاتربيلر 797 هي واحدة من أكبر وأقوى شاحنات التعدين في العالم، وبشكل واضح بتمثل رمز للي ممكن تعمله التكنولوجيا الحديثة. التطوير للنموذج الضخم جدا ده كان مخصوص علشان احتياجات صناعة التعدين اللي بتتطلب نقل كميات مهولة من المواد بكفاءة عالية وتكلفة قليلة. اتعملت علشان تحسين كفاءة وإنتاجية عمليات التعدين، وبتتميز بقدرات على نقل كميات ضخمة جدا من المواد بسرعة ودقة. الكلام ده كله بيحصل في الطرق الأوف رود، كأنك نقلت جزء صغير من الموقع نفسه وحركته من مكانه. فالموديل ده قادر يشيل أطنان من المواد حرفيا. خطوات تصنيعه بتكون نفس النمط ولكن بحجم كبير جدا. الأول بيبتدوا بالتصميم، يعني بيجمعوا كل الفكرة والمواصفات بتاعت الشاحنة علشان يكون كل حاجة صح من البداية خالص. بعدين بيبتدوا يصنعوا الهيكل بتاعها من فولاذ عالي الجودة علشان يكون قادر يتحمل كل الظروف القاسية في المواقع. بعد كده بيتم عملية التصنيع بتاعت الأجزاء، بيتم صب وقطع كل حاجة بدقة عالية جدا. وأخيرا بيركبوا المحرك والأجزاء الكهربائية، وبيتم تركيب الكاوتشات العملاقة جدا دي آخر حاجة خالص. بتتعمل طبعا هنا بالتعاون مع شركة ميشلين علشان تضمن قوة ومتانة في استخدامها على الطرق المكسرة. غالبا جه في بالك بس يا ترى فين الوحش ده دلوقتي؟ هما بيستخدموا النوع ده من الشاحنات الكبيرة قوي في مواقع التعدين الكبيرة حوالين العالم، في أمريكا وكندا واستراليا وروسيا. غالبا جه برضه سؤال في بالك، هو في عربيات أكبر من كده؟ والإجابة هي في شاحنات أكبر في الحجم من الكاتربيلر 797، بس مش كتير قوي ومش مشهورين قوي بنفس شهرة الموديل ده. في برضه موديلات روسي تعتبر من بين أكبر شاحنات التعدين في العالم من حيث السعة وقدرة برضه. فالكاتربيلر 797 بتعتمد على محرك ديزل بيولد، اسمع بقى الرقم ده، بتولد قوة توصل ل 4000 حصان. 4000 حصان خارجين من 20 سلندر على شكل حرف في، ومتزود ب4 تربو. تقدر تقول ده بوجاتي بتاع الجبال. فتخيل سعة المحرك ده بقى هتكون عاملة ازاي. هنا هتكون 116000 سي سي، فحرفيا ارقام عملاقة جدا زي منظرها. حاسس ان دماغي هتبوظ بعد الفيديو ده. هو ايه اللي في 20 و100000 سي سي و4000 حصان؟ ايه العبث ده؟ مفيش هنا لا سرعة ولا تسارع لان مفيش طريق اصلا، فسرعتها بتكون في حدود ال 65 كيلو في الساعة. الغريب انها تعتبر سريعة في عالم الشاحنات اللي من النوع ده. ارتفاعها بيكون 7 متر، ده اللي بيخلي ضروري استخدام كاوتشات كبيرة وقوية لدعم الموديل ده وضمان استقراره في وقت التشغيل. تانك البنزين هنا بيكون عبارة عن 4500 لتر، خزان الزيت 300 لتر، وسائل التبريد 1100 لتر. انت اكيد جالك مناعة من الارقام الكبيرة اللي عمالين نقولها من اول الفيديو.
الفيديو ده. حقيقي انا مصدوم زيك من الارقام دي. سعر النسخة دي معرفتش اوصل له قوي بسبب ان مفيش كلام كتير قوي عن التسعير، الرقم مش واضح قوي، بس اقل حاجة انا شفتها للموديل الجديد خالص بتكون 3 مليون دولار علشان يكون الموديل ده كده قفل كل الارقام حتى في السعر. حقيقي معرفش الرقم ده في عالم الشاحنات من النوع ده بيكون كبير ولا ايه نظامه. وهي الشركة دايما بتستخدم اللون الاصفر على كل موديلاتها تقريبا، سواء كان صغير او كبير في الحجم ده، وده اولا لانه بيزود الامان، اللون تحسه فاقع وتعرف تشوفه من بعيد في المواقع، لانها كمان مش دايما بتكون في الصحراء بس، ممكن تكون في غابات او اماكن لونها غامق فبتكون ظاهرة جدا باللون ده. فالشركة بتبدأ انتاج موديل ال 797 في سنة 98، ورقم الموديل ال 797 ده ملوش معنى خاص بمواصفات الموديل نفسه، انما نمط تسمية وترتيب لموديلات كاتربيلر في الشركة من جوه، قريب من فكرة تسمية موديلات بورشه كده بأكواد فرعية من 3 ارقام. ومن ساعتها بقت واحدة من ابرز الشاحنات في الصناعة بتاعت التعدين دي، بحيث انها بتمثل الجيل الجديد من التكنولوجيا اللي بتساعد في تحقيق اقصى قدر من الانتاجية والكفاءة. وزن الكاتربيلر دي في حدود ال 220 طن، وتقدر تشيل فوق وزنها 400 طن كمان علشان يكون الاجمالي 620 طن. موقع الشركة هتلاقيهم قايلين كل حاجة تقريبا عن الموديل ده، كاتبين نسب تشغيل اقل بنسبة معينة، وطبعا هنا الموديل متزود بفرامل عملاقة. هو كمان الفرامل شغالة بنظام اسمه فرامل هيدروليكية مبردة بالزيت، نظام معقد ومبدع من الشركة محتاج له فيديو لوحده. نظام الكمبيوتر اساسا فيه نظام لتبريد الفرامل. الموديل فيه تكنولوجيا عالية وامان بشكل كبير جدا للسواق، تصميم كابينة السواق بيخليه يشوف كل حاجة حرفيا على بعد كيلوهات كتيرة، ومنظر نظام التعليق مرعب جدا، لكن ما قدرتش احدد نوعه صراحة. الوحش ده يقدر يشيل كميات ضخمة جدا من خامات المعدن والفحم وغيره كتير، بيستخرجوها وبيرموها في الموديل نفسه وهو بيحركها، وبفضل حجمها وقوتها بتساعد الشركات على نقل كميات كبيرة جدا من المواد في وقت يعتبر قليل، وده بيوفر وقت وجهد كبير للشركات دي. علشان كده بنلاقي الشركات الكبيرة جدا في المجال ده دايما بتعتمد على شركة كات في شغلها. ولكن طبعا استخدام النوع ده من الشاحنات مش مجرد حاجة سهلة، اكيد ده بيتطلب تدريب متخصص للسواق اللي هيشغل الشيء ده، لازم يكون عنده معرفة قوية بطرق التحكم في الانواع ده من الشاحنات، ما ينفعش نقول عليها عربيات اصلا. كمان صيانة الكاتربيلر دي مش سهلة خالص، حجمها كبير بيتطلب معدات وادوات خاصة علشان تفضل دايما في افضل حالة، وطبعا لازم في المصنع وقت الصيانة علشان يقدروا يتسلقوا الشيء ده. لكن بالرغم من التكلفة العالية جدا لسعر الموديل الواحد، الا ان العائد اللي بيوفره بيكون كبير جدا بالنسبة للشركات، لان قدراتها على نقل كميات ضخمة من المواد بتساهم في زيادة الانتاجية وبتقلل التكلفة جدا على المدى البعيد. كاتربيلر كشركة بتفتخر جدا بموديلها 797 ده، وبغيرها اكيد من المركبات التقيلة اللي هي بتصنعها. الشركة عندها تاريخ طويل في صناعة المعدات التقيلة، والنسخ دي بتعكس مدى التطور والتكنولوجيا اللي هم وصلوا ليه. كاتربيلر دايما بتفضل في المقدمة في مجال المعدات التقيلة ده، تقريبا انا ما شفتش منافس ليهم اصلا. فبس كده، اكتب لي ايه رأيك في الشيء ده وارقامه، واكتب لنا برضو عايز الفيديوهات الجاية تكون عن ايه. سلام.